سنة 1871 اكتشف 3 إخوات من عائلة عبد الرسول خبيئة موجودة في الدير البحري، موجود فيها مومياوات وأواني كانوبية وتماثيل وبرديات كتيرة جدا. وأقسموا هما ال3 إن محدش هيجيب سر الخبيئة دي أبدا، وهيطلعوا منها بشويش تماما علشان محدش ياخد باله. ولكن كعادة أي سر هيتكشف في يوم. اليوم ده بقى واحد كان أجنبي شاف بردية من البرديات اللي طلعها عائلة عبد الرسول، واستغرب مين اللي طلع البردية دي. قعد يسأل لغاية ما عرف إن عائلة عبد الرسول هي اللي مطلعاها. راح لهم وقال لهم أنا عايز أعرف جبتوا منين البردية دي. المهم محدش جاوبه، فهو خد بعضه وراح على حاكم المنيا وقال لهم على اللي حصل هناك. فالسلطات راحت قبضت على ال3. في الأول ما كانوش عايزين يجيبوا سيرة الخبيئة ومش عايزين يقولوا أي حاجة، لكن بعد كده قالوا لهم على حكاية الخبيئة وخدوا الشرطة وودوهم مكان الخبيئة. في الوقت ده بقى انتشرت إشاعة إن في كنز مليان بقى لولي ومرجان وذهب وألماظ وحاجات كتيرة قوي، وإن ده هيتباع بفلوس كتيرة قوي. فالسلطات خافت من الموضوع ده وخدت المومياوات وكل الآثار وشحنتها على مراكب وودتها المتاحف في القاهرة. ولكن في سنة 1906 هوارد كارتر اكتشف مقبرة حتشبسوت اللي موجودة في وادي الملوك، ولكن ما لقاش أي موميا خالص. وفضلنا مش عارفين فين موميا حتشبسوت لغاية القرن ال21. المتحف المصري كان بيعمل مجموعة من الفحوصات على المومياوات من 2005 لغاية 2007، وهما بيعملوا الفحوصات دي في ليلة من الليالي زي حواس قال آتوا الآنية الكانوبية اللي مكتوب عليها اسم حتشبسوت. للي ما يعرفش ايه الآنية الكانوبية دي، هو إناء بيكون محطوط فيه أحشاء المتوفي. المهم جابوا الآنية الكانوبية وحطوها وعملوا عليها أشعة إكس، لقوا موجود في الآنية الكانوبية دي ضرس من ضروس الملكة حتشبسوت. وهنا بدأ طرف خيط في حال اللغز يجي بسرعة زي حواس قال لهم احنا عايزين كل المومياوات اللي ملهاش هوية، علشان أكيد موميا منهم واقع منها ضرس، الضرس ده هنعرف منه مين هي الموميا بتاعت حتشبسوت، ولا كأنها الجزمة وسندريلا. وفعلا يجيبوا كل المومياوات ويشوفوا في بقهم الضروس لغاية ما يلاقوا جثة حتشبسوت. ولكن الغريب واللي طبعا غير متوقع ان هي كانت مرأة مائلة الى البدانة، وزي حواس هنا بيقول ان ده طبيعي لان دي من سمات العصر ده من جمال. وكمان لقوا ان هي كان عندها لوكيميا وكان عندها مرض السكري وعندها شاشة في العظام، وكانت في اواخر الاربعينات. وهنا هنبتدي نخش عالم حتشبسوت في قصة انسانة غيرت التاريخ. بس قبل ما نخش يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو او ديسلايك على حسب رايكم، وتكتبوا رايكم في التعليقات تحت. يلا بينا نبدا. حتشبسوت معنى اسمها خليلة آمون المفضلة على السيدات أو خليلة آمون درة الأميرات. اتولدت حتشبسوت في عيلة ملكية تماما. أبوها كان تحتمس الأول وهو كان الملك الثالث في الأسرة 18، وأمها هي الملكة أحمس. بيقال إن هي يا بنت أحمس قاهر الهكسوس يا إما حفيدة أحمس قاهر الهكسوس، مش متأكدين أوي المؤرخين. اتربت كأنها أميرة عادي جدا، بل وكأنها الملكة المستقبلية، لأن هي البنت الوحيدة للملك تحتمس الأول اللي من الزوجة الرئيسية اللي بيجري في عروقها الدم الملكي النقي. وكان باين قوي على حتشبسوت الذكاء للدرجة اللي خلتها ان هي تاخد لقب زوجة آمون قبل ما تبلغ سن 20 سنة، وده ان دل في انما يدل على ذكائها الشديد جدا، لان اللقب ده محدش بياخده غير الناس اللي تستاهله، لان اللقب ده فعلا قوي جدا، ده من اقوى الالقاب اللي ممكن اي اميرة تاخده في الوقت ده. يقدر يخليها تشارك في الاحتفالات الدينية والاحتفالات الوطنية، وكمان يقدر يخليها تشارك مع الكاهن الأعظم في الطقوس اليومية بتاعة آمون. فده كان لقب مهم جدا بالنسبة لحتشبسوت. المهم مرت الأيام وعدت السنين ومات تحتمس الأول أبوها، وساب وريث ذكر واحد وهو تحتمس الثاني. بس المشكلة إن تحتمس الثاني ده من أم ثانوية أو من زوجة ثانوية، يعني من زوجة من عامة الشعب، فبالتالي علشان يمسك الحكم ويبقى ليه شرعية محتاج ان هو يتزوج اميرة بيجري في عروقها الدم الملكي. ومين يا ترى هي؟
فعلا حتشبسوت هيتجوز اخته. في الوقت ده ما كانش فيه حاجه اسمها حرام او حلال، بل بالعكس في العيله الملكيه بالذات ده كان مستحب علشان نقاء السلاله الملكيه، وده كان بس محتكر على العيله المالكه بس. اما عامه الشعب كان عادي وما كانش فيه القانون ده بيسري عندهم. خلفت من تحتمس الثاني بنتين، واحده اسمها نفرورع وواحده اسمها مرت حتشبسوت، ويقال ان هي خلفت ذكر ولكنه مات وهو في سن صغير جدا. تحتمس الثاني كعادة الملوك في الأسرة دي عمل حملاته التأديبية بتاعت بلاد الشام وبلاد النوبة عادي جدا زي أي ملك، وعمل كام حاجة بسيطة كده، ولكن من ساعة ما تولى العرش لغاية 13 سنة 15 سنة بعد كده مات. مش متأكدين قوي في الفترة دي. وبرده كعادة أبوه تحتمس الأول ساب الوريث الذكر الشرعي هو تحتمس الثالث من زوجة ثانوية واسمها إست أو إيزيس، ولكن هنا المشكلة كان طفل رضيع لسه ما كانش كبير زي تحتمس الثاني، فبالتالي مين اللي هيمسك الوصاية على هذا الطفل الرضيع؟ إست أو إيزيس ما ينفعش ان هي تاخد لقب الوصاية لانها محتاجة ان هي تكون ذات دم ملكي وهي مش ذات دم ملكي. فهنا حتشبسوت استغلت النقطة دي وقالت انا ذات دم ملكي، انا المفروض ان انا اكون الوصية على العرش، وبالفعل بقت هي اول وصية على العرش ويكون الطفل ده مش ابنها. طول فترة وصايتها كانت بيتم تصويرها على انها بنت او مرأة بلبس وشعر وملابس انثوية تماما، للدرجة اللي خلتها مثلا وهي بتبني معبد في جنوب مصر ايام فترة وصايتها كانت بتكتب ان الملك هو تحتمس الثالث وما جابتش سيرتها خالص. فده انما يدل ان هي كانت ملتزمة بقواعد الوصاية طول فترة وصايتها على تحتمس الثالث. ولكن بعد 7 سنين من الوصاية اكتشفت حتشبسوت ان تحتمس الثالث بدأ يكبر، يعني ممكن يهدد حكمها، فبالتالي عملت علاقات قوية جدا مع اصحاب النفوذ في الدولة، مع الكهنة ومع حاكم طيبة اللي هي العاصمة او المحافظ في الوقت ده يعني، ومع الوزير وحاجات كتيرة جدا علشان تكون الملك المشترك مع تحتمس الثالث. وفعلا بقت حتشبسوت ملك مصر العليا والسفلى، وعلشان تقوي مكانتها في المجتمع عملت أسطورة ان هي تبقى ابنة آمون، وهنحكي الأسطورة دي واحنا بنتكلم عن معبدها في الدير البحري. ودت لبنتها لقب زوجة آمون علشان يقدر ان هو يحميها. وكمان في هنا مشكلة، تحتمس الثالث علشان يكون ملك ويبقى ليه شرعية لازم يتجوز من أميرة ذات دم ملكي. مين يا ترى الأميرة دي؟ بنت حتشبسوت نفرورع. جوزت نفرورع لتحتمس الثالث، او مش بالمعنى الاصح جوزتهم لانهم كانوا صغيرين ولا عملت مراسم احتفال الجواز، ولكن قالت له ان دي هتبقى مراتك، بحيث ان هي تفضل محسساه ان مش هو الملك وان هي اللي قادره ان تديله الملك او لا، من خلال ان هي تجوزه بنتها. وكمان قدمت نفسها على انها حفيدة احمس قاهر الهكسوس. ما كانش فات كام سنة على موت احمس وذكراه كانت لسه باقية في دماغ الناس بان هو القاهر العظيم اللي طرد الهكسوس من مصر. وكمان استغلت علاقتها القوية مع الكهنة، بالذات رئيس كهنة معبد آمون وحاكم طيبة ورئيس الجيش، وقدرت ان هي تسيطر على مفاصل الدولة المصرية كلها بحيث ان يكون الكفة ترجح لها هي مش لتحتمس الثالث. تبدأ القصة الحقيقية لحتشبسوت. استنوني الحلقة الجاية هنتكلم عن حتشبسوت وإنجازاتها وعن علاقتها بسنموت، وهل كان في قصة حب ما بينهم ولا لأ. مع السلامة.